السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الأفلامجية في كل مكان، كل سنة وانتم طيبين وصباح الخير أو مساء الخير على حسب الوقت اللي هتشوف في الحلقة دي. بس راجع لك الحلقة الثانية من مسلسل مون نايت. احنا راجعنا منه الحلقة الأولى ويمكن تشوفوها على القناة دلوقتي. اعمل لايك كده واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل الحلقات الجاية. في الصيام والواحد بيتكلم في الصيام فهتلاقي الرد الانفعال والكلام ده كله مش قد الليل والكلام ده. بس أنا عندي حاجة بسيطة كده على الحلقة الثانية وبس، يعني ده تعقيب بسيط على الحلقة الثانية. هو حد فيكم سمع في آخر الحلقة وهي بتخلص في تتر النهاية أغنية عنبة ولا أنا بس اللي كنت بسمع الحتة دي؟ بس أنا بتفاجئ خلاص مستعد ان انا هسمع التتر النهائي اللي انا اتعودت عليه، لقيت نازل في تتر النهائي بتاع المسلسل انا مش شايف فيكم حد، انتوا عيال جامدين على الجد ومش عارف ايه. يعني خلاص مارفل افتقرت الموضوع، وصل بيها الحال ان هي خلاص هتجيب عنبه والدبل زوكش يغنوا في الاغنيه بتاعت النهايه، ولا ده عشان مسلسل هيبقى خلاص اخراج مصري والموسيقى التصويريه مصريه والكلام ده كله فخلاص الهبل هيشتغل؟ لا فوق، ده انت شركه مارفل مش اي حاجه يعني. يلا بينا نخش في الحلقه الثانيه اللي كان فيها بس حاجات جميله ما عدا الحته الاخرانيه دي انا استغربت منها. هي حاجه تفرح، قال احنا بنشوف ولاد بلدنا مشهورين في العالم الاوروبي بره، لكن برضه مش بالشكل ده كده، يعني مش لدرجه اغنيه دبل زوكش. الحلقه الثانيه بتبدا وبنعرف ان الحلقه الاولى لما خلصت ان فارس القمر اتحول في المتحف اللي هو كان فيه علشان يقضي على كاجالا اللي هو الوحش الفرعوني. ونشوف ان في شويه حاجات حصلت في المتحف واتدمرت وكانوا بيدوروا على مين السبب ورا الحاجات دي كلها. نشوف ان ستيفن بيصحى من النوم وعنده نفس الحاله النفسيه الوحشه اللي هو فيها كل مره، بيروح المتحف وبيحاول يفهمهم السبب بتاع الموضوع ده وبيراجع الكاميرات عشان يوريهم الوحش اللي كان بيجري وراه بالليل. ما بيشوفوش حاجه في الكاميرات خالص غير ان ستيفن قاعد في المتحف وبيجري في المتحف وبيكسر حاجات في المتحف لوحده، ما بيكونش لاقين وراه وحش ولا بيلاقوا وراه اي حاجه بتجري، لكن بيلبسوه ان هو السبب في اللي حصل في المتحف ده. ستيفن بيحاول يقنع فيهم ان كان في وحش بيجري وراه وان مش هو الشخص ده وان اللي قدامهم ده واحد تاني اسمه مارك، لكن محدش بيقتنع لحد ما بيقرروا ان هم يطردوه من الوظيفه بتاعته في المتحف ده. وده بيكون حزين جدا على ستيفن ويكون هو ما كانش حابب الموضوع ده. ستيفن بيقرر يروح مخزن علشان يشوف فيه تفاصيل لحياه مارك اللي هو بيطلع له كل شويه ده. فعلا بيروح المخزن ده وبيفتح له اوضه الراجل اللي حارس المخزن ده، بيلاقي فيه شنطه فيها هدوم وفيها فلوس وفيها الجعران الصغير بجد. يعني في الاول كان الجعران ده بيبقى في خيال ستيفن بس دلوقتي الجعران بقى حقيقي. ستيفن وهو بياخد الجعران بيلاقي ان مارك طلع له في وسط المرايه في الانعكاس بتاعه بيكلمه بيقول له خلي بالك من الجعران ده واوعى تديه لحد، وبيكون بيطلب من ستيفن ان هو يديله جسمه علشان يتحكم فيه ويكون هو في اي وقت يطلع فارس القمر اللي جواه علشان يعيشه علشان ينقذه من الناس اللي عايزه تاخد منه الجعران ده. لكن طبعا ستيفن بيكون رافض نهائي، بيفكرني بهالك لما كان بيكون رافض ان هو يطلع علشان يتحول وينقذ الناس. الحته دي بقت في مارفل في كل الافلام والمسلسلات ولا ايه مش فاهم. بنشوف بعد رفض ستيفن وخلاص بياخد الشنطه ويجري بيقول له انا هسلمها للحكومه علشان تحقق وتحبسني وما اذيش اي حد، بيخرج يجري لكن كونشو اللي هو اله القمر بيكون بيجري ويطارده علشان يرجع الشنطه مكانها ويرجع الجعران مكانه. لكن وسط الهروب بيقابل ان ليلى بتخبطه بالموتوسيكل. ليلى بتاخده وبتكون عارفه ان ده مارك مش ستيفن، لان هي في الاول وفي الاخر كانت اصلا مرات مارك. بيحاول ستيفن يقنعها ان هو مش مارك وان هو ستيفن وان حياته بايظه وان هو شغال في متحف والكلام ده كله، لكن كل محاولاته بتفشل. بنشوف ان ستيفن بيكون لسه عاوز يوري ليلى اللي هو معاه الجعران ومعاه الحاجات دي كلها، لكن طبعا مارك بيقعد يقول له لو انت وريته لها هتتاذي وهتموت. لكن بتفشل برضه المحاوله دي، وليلى بتعرف ان الجعران مع مارك اللي هو ستيفن اصلا، وبتكون مصدقه ان هو لسه مارك وعايز ياخد الجعران لنفسه. لسوء الحظ الحكومه بتيجي بتاخد ستيفن علشان هو سرق الشنطه دي من المخزن ده. الحكومه بتفضل تدور لو كان في حد مع ستيفن في البيت لكن ما بتلاقيش حد، لكن بتلاقي الباسبور اللي متسجل باسم مارك، وبتعرف ان كده ستيفن حرامي وكمان بيزور باسبورات. الحكومه بتاخده عشان تسجنه، لكن بنتفاجئ ان بيطلع عليه الناس اللي عايزه تاخد منه الجعران. لكن في اللحظه دي بيظهر له هاروند وبيقول له ان هنحرك دلوقتي وادينا الجعران اللي معاه، لكن بيجي عليه كونشو عشان يقول له يا مارك اقتله او ستيفن اللي كان موجود في الوقت ده عشان يقتل هارد. لكن طبعا بيكون هاروند سامع كل حاجه وبيكون بيقول لستيفن اوعى تقبل كلامه، هو مش عايز منك حاجه غير انك تاذي الناس بس. وفعلا بيستمر الحديث معاهم لحد ما بتحصل مشكله كبيره جدا. بنشوف ان ليلى جت بالجعران وبتقول لهم الجعران معايا واللي عايزه هياخده مني أنا. طبعا كل الناس بتجري على ليلى علشان تاخد منها الجعران، لكن ستيفن بيتدخل في الموضوع ده وبيكون برضه رافض ان مارك يتحكم في جسده عشان ينقذ الموقف. بيحصل شويه صراعات وضرب كده ما بينهم وبين بعض وبيحاولوا يهربوا منهم، لكن الموضوع بينتهي بالفشل. بنشوف ان هاردون بيستخدم العصايه بتاعته علشان يطلع الوحش بتاع ايميت اللي هو اسمه كاجوال علشان يموت ستيفن. لكن ستيفن هو وليلى بيحاولوا يهربوا بيخشوا بيت ويفضل البيت كله يتكسر عليهم، لكن برضه ستيفن بيكون رافض ان مارك يتحكم فيه لحد اخر لحظه. مارك الوحش بيخش عليه وبيكون مفيش حد شايف الوحش ده غير مارك بس، وستيفن هو بيقع بيكون مارك عمال يقول له استدعي البدله استدعي البدله، وفعلا بيستدعي البدله بتاعه اله القمر، لكن بيكون اللي بيتحكم فيها هو ستيفن مش مارك، وبيستدعي البدله الغلط مش بدله اله القمر الحربيه فعلا. بيحاول يعتمد على نفسه ان هو يواجه الوحش كجال دوت، لكن برضه بيفشل في المواجهه بتاعته. اي نعم بيكون عنده نفس القوه بتاعه اله القمر، لكن برضه مفيش عقل بتاع مارك. بيبقى مشهد قتالي جميل كده مع الموسيقى التصويريه ومع الكادرات اللي كانت قليله قوي في الحلقه دي. الموسيقى التصويريه
التصويريه والكادر. يعني انا لو جمعت كادرات التصوير اللي كانت جامده والخرافيه والموسيقى التصويريه ما كانتش هتيجي مثلا 10 دقائق في الحلقه، اللي هو في مشهدين القتال بتاع مارك بتاع ستيفن مع الوحش ومع كاجال. بتنتهي المعركه دي ان خلاص ستيفن بيقضي على كاجال ده، لكن عن طريق ان هو خلاص بعد ما تعب خالص استدعى مارك. وبعد كده بنشوف ان هاروند لقى الجعران مرمي في الارض وخده واختفى. وبعد كده بنشوف ان ستيفن بيطلب من مارك ان هو يرجع لجسمه تاني، لكن مارك بيقول له اللي بيتحكم في الجسم بيكون هو اقوى شخص ومستحيل ارجعك تاني. بعد محاولات ستيفن الكتيره مارك بيكون برضه رافض ان هو يرجع ستيفن لجسمه تاني، وبيكون طالب من ستيفن ان هو يتحكم في جسمه لحد اخر حاجه. وبيكون مارك عايز ينهي على الموضوع كله ويكون عايز ينقذ الدنيا كلها من الشر بتاع هاروند ده. وبيجي كونشو بيطلب من مارك ان هو ياخده مكان علشان يرجع الجعران ده من هاروند تاني. المكان ده بيكون عند مقبره ايميت اللي في مصر، وايميت دي اللي هو هاروند الاله اللي تابع ليه دلوقتي. فعلا الموضوع بياخدنا كده مره واحده وبنشوف ان مارك قاعد في فندق قديم جدا جدا وبيفتح الشباك بيجي لنا منظر الاهرامات، وبنعرف ان من هنا بقيه المسلسل هيكون ماشي الاربع حلقات كلهم في مصر. تيجي في اللحظه دي حاجه مهمه جدا ان بنسمع موسيقى شرقيه ممزوجه بموسيقى غربيه مع اغنيه مصر، وده بيكون مشهد جميل جدا على فتح الستاره على الاهرامات. لكن بعد كده بنتصدم بقى من اغنيه عنبه انا مش شايف فيكم حد انتوا عيال جامدين على الجد والكلام ده كله. يعني ليه يعني ليه في التتر النهائي كده نسمع اغنيه عنبه ما نسمعش مثلا حاجه عالميه؟ انا مش فهمتش بصراحه اللقطه دي. لكن بعد نص التتر ما خلص بنسمع بقى موسيقى عاديه بقى اللي هي الموسيقى الغربيه والكلام ده كله. وبعدين فين الموسيقى التصويريه اللي كانت في الحلقه اللي فاتت طول المسلسل؟ يعني انا شايف ان الحلقه اللي فاتت كلها كانت جميله في الموسيقى التصويريه بتاعتها والكادرات. الحلقه دي فكرها في الكادرات وفكرها في الموسيقى التصويريه بجد. الحلقه حلوه وكل حاجه ما فيهاش اي مشاكل وتقييمها ممكن يكون عالي بالنسبه لي، بس انا كنت حابب اسمع برضه حاجات من هشام نزيه تاني واشوف كادرات محمد دياب الكويسه اللي شفناها في الحلقه اللي فاتت. نعم هشام نزيه ومحمد دياب مش مسيطرين على المسلسل كله بالكامل رغم ان في مخرجين تانيين برضه، بس كان لازم اشوف اللمسات بتاعتهم برضه في الحلقه دي. ما شفتش غير لمسات بس بتاعه هشام نزيه في اغنيه عنبه، واخر لقطه في المسلسل في الموسيقى التصويريه بس. والله انا مستني الحلقات الجايه عشان اشوف برضه الحاجات اللي هم بيقولوا عليها. ده بيقولوا احمد داش هيظهر في الحلقات الجايه، بيقولوا في ناس كتير ممثلين مصريين هيظهروا في الحلقات الجايه. هل كل ده السبب ان المسلسل هيكون في مصر، ولا ده بسبب ان المخرج مثلا عايز يسوق للمسلسل في مصر على اجمل وجه؟ يا مارفل مش محتاجه تسويق اساسا، بس يعني لو دي الفكره فايه ده؟ ايه اللي بيعملوه ده؟ انا مبسوط ان في ولاد مصر برضه طالعين في مسلسلات عالميه زي دي، وبالذات في شركه مارفل، لان انا فان مارفل كبير قوي. بس للدرجه دي باغنيه عنبه في تتر نهايه مسلسل يعني تتعقل ازاي؟ بس كده افلام الجايه كل حلقه خلصت دلوقتي. ولو انت لسه مكمل الفيديو معايا لحد الاخر اشترك في القناه وفعل الجرس علشان يوصلك كل الحلقات الجايه، ودوس لايك واكتب لي كومنت وقول رايك في الحلقه دي اللي لسه نازله دلوقتي وانا صحيت من النوم علشان اراجعها لك رغم الصيام ورغم ان الجو حر جدا، بس مفيش حاجه تغلى عليك يا افلام. كل سنه وانتم طيبين واشوفكم على خير الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.